السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العوامل الموضوعية للوقوع في الخطأ. يبقى احنا خدنا في الأول حاجة اسمها العوامل الايه؟ العوامل الذاتية. ناخد العوامل الموضوعية. عندنا أول حاجة اسمها عدم الدقة في استخدام اللغة. عدم الدقة في استخدام اللغة. طبعا اللغة فيها عيوب، طبعا لازم نستغلها صح أو إن احنا نستخدمها صح. عندك أول حاجة يقول لك اللغة هي أداة للإنسان للتعبير عن ايه؟ تفكيره. احنا بنفكر، طب لو احنا ما عندناش لغه، اللغه ديت دي التواصل بتاعنا، سواء كانت بقى اللغه العاديه بتاعتنا اللي هي الكلمات او اللغه اللي هي البادي لانجوج اللي هي لغه الجسد. فبقول لك هناك الفاظ لها اكثر من معنى. فممكن تكون انت بتتكلم مع واحد مثلا بلفظ معين، بس انت بتتكلم بالمعنى اللي في دماغك وهو فاهمه بمعنى تاني خالص، فتعرفتوا مع بعض وعمال تقنع فيه انا مش قصدي كده، لا هو انت قصدك كده وخلاص. وايه هو بقى صمم ان ايه ان انت قصدك وحش مثلا او نيتك بحاجه تانية. يبقى لازم توضح كلامك. تمام. مثلا كلمه جبن لها معنيين، يعني ايه؟ الخوف الشديد مثلا، او الجبن اللي هو ايه؟ الذي يؤكل، صح؟ مثلا كلمه عين لها كذا معنى. عين اللي هي العضو، وفي عين اللي هي الحسد، وفي عين اللي هي مكان زي عين الصيغة، عين الشمس، عين جالوت، صح؟ في مثلا عين اللي هي حاجات بتتاكل زي مثلا عين الجمل. في عين اللي هي بئر مية، الآبار والعيون. في عين اللي هو الجاسوس، يقول لك الجاسوس ده اسمه عين العدو، وهكذا. كلمة ساعة نفس الكلام، ممكن ساعة يعني وقت، ممكن ساعة يعني يوم القيامة، ممكن ساعة يعني مكان زي اللي هو في البياصة ده في كرموز ده. خلاص؟ طيب، وهناك عدة ألفاظ بمعنى واحد. في ألفاظ بمعنى واحد زي إيه؟ زي مثلا الأسد والليث والغضنفر والقسورة والسبع والدرغام. تمام؟ دي كلها أسامي الأسد وأسامة. فكلهم إيه؟ يعني أسامي حاجة واحدة بس. وهناك ألفاظ ليس لها مدلول في الواقع. حاجات ملهاش مدلول إيه؟ في الواقع. زي مثلا نقعد نحكي للأطفال قصص خرافية، من الغولة والزبابة والأشباح والتنين والكلام ده كله. حاجات دي كلها غلط، ما ينفعش. لازم لما أجي أحكي قصة لطفل أحكي له قصة واقعية بس بصورة كرتونية. بلاش نحكي قصص خرافية زي دي عشان الأطفال ما يحصلهمش اضطرابات نفسية، وممكن يجي لهم فوبيا من شيء معين ويقول لك ده أصل أنا خايف أنام لوحدي، ولا أبو شوال هيجي ياخدني، وأبو مش عارف إيه والغول ومش الغول والكلام ده كله. ما ينفعش. تاني حاجة نقص المعلومات. أكيد طبعا لو أنت معلوماتك ناقصة عن شيء معين أكيد هتغلط، صح؟ يعني مثلا داخل امتحان وأنت ما ذاكرتش، يبقى أنت معلوماتك إيه؟ ناقصة، يبقى هتغلط. مثلا رايح هتدرب مثلا منتخب مصر وأنت ما عندكش معلومات عن اللعيبة، هتغلط. لازم تجمع معلومات عن اللعيبة كلها. خلاص؟ يبقى هنا ايه؟ نقص المعلومات خلينا نغلطه. زي الطبيب الذي ينقصه معلومات عن المرض واعراضه، وبالتالي ايه؟ هيخطئ في تشخيص هذا المرض. النقطة الثالثة عندنا اسمها السلطة. اسمها ايه؟ السلطة والهيمنة. ان انت تصدق كلام حد اعلى منك عشان تبقى انت مطيع وخلاص. لا، ما ينفعش. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. تمام؟ يعني مثلا طاعة الأب والأم فرض، صح؟ فرض ما فيش نقاش. طب إذا أمروك بمعصية ما ينفعش تعمل. يعني مثلا واحد باباه قال له ما تصليش، أنا مش عايزك تصلي، ينفع يسمع كلامه؟ ها؟ بنوته مثلا مامتها قالت لها اقلعي الحجاب ما تتحجبيش، يبقى بتمرها بمعصيه، ينفع تسمع كلامها؟ لا، ما ينفعش. بس برضه بالادب. يعني سيدنا ابراهيم لما كان ابوه كان بيامره انه يعبد الاصنام، هل سيدنا ابراهيم مسك ابوه ضربه بقى وزعق له انت اب كافر؟ لا، مش كده خالص. مهما كان ده باب ومام نعملهم كويس ونحاول نفهمهم الصح ايه لو هم عندهم غلطه معينه. تمام؟ نفس الكلام بنت مثلا تزوجت وكانت محجبه وزوجها قال لا الحجاب انا ما بحبش زوجتي تبقى لابسه حجاب،
يبقى تسمع كلامه هنا، مع ان طاعة الزوج فرض في المعصية لا. خلاص؟ يبقى ما ينفعش ان انا اصدق اي سلطة الا لما تكون صح. مديرك، رئيسك في العمل، ايا كان هو مين. مثلا مديرك قال لك خد رشوة، ما هو مثلا هو عايز ياخد رشوة فقال لك خد رشوة عشان ايه؟ تسكت عنه يعني. او ينفع تاخد رشوة عشان انا مديري قال لي خد رشوة؟ لا، ما ينفعش. يبقى اوعى تسمع كلام حد في الغلط. صعوبة المشكلة، لما تواجهنا مشكلة أصعب من قدراتنا العقلية أكيد هنغلط، صح ولا إيه؟ أنت مثلا في أولى ثانوي وقلت لك تعالى خش امتحان ثالثة ثانوي، أكيد هتغلط لأنه أصعب من قدراتك لسه. تمام؟ مثلا طالب في كلية الطب، لسه طالب في الكلية، قلت له تعالى اعمل عملية جراحية، ينفع؟ طبعا ما ينفعش، أكيد هيغلط كتير. اتفقنا؟ مثلا مدرب بيدرب مثلا مركز شباب العجم يعني، قلت له مرة واحدة كده تعالى امسك المنتخب المصري، صعب. ليه؟ هو لازم ياخدها تدريجيا. تمام؟ يعلى واحدة واحدة. يلا نحل أسئلة مع بعض. أسئلة احنا تمام. يقول لك قام أخوك بشراء آلة جديدة. قام أخوك بشراء إيه؟ آلة جديدة، وسارع بشراء الأحبار الملونة لها، وعند قراءة التعليمات فوجئ بأنه يجب استخدام الحبر الأسود فقط. يبقى كان مفكرها ألوان، وراح لما راح جاب الإيه؟ الحبارة وجاب لها حبر والكلام، جاب لها حبر ملون، لأن مكتوب فيها إيه؟ إنها بتستخدم حبر أسود بس. يبقى هنا المشكلة في إيه؟ إن هو ما كانش عنده معلومات، كانت معلوماته ناقصة. خلاص؟ يبقى نقص ليه؟ المعلومات. اللي بعدها طبعا السؤال طويل شوية بس حلو يعني. يقول لك يسرد أحد منقذي الشواطئ. طبعا يسرد عن إيه؟ يعني إيه؟ يعني يحكي عن مواجهته لموقف مع مجموعة من الشباب كادوا أن يغرقوا. تمام؟ ففور رؤيته لهم توجه لهم على الفور، أول ما شافهم راح لهم بسرعة، ولكنه لا يستطيع أن ينقذهم جميعا دفعة واحدة، فلولا مرور أحد زملائه صدفة لتعذر إنقاذ هؤلاء الشباب. هو شاب بينقذ الناس اللي في البحر وكده، شاف ناس بيغرقوا وطلع يجري عايز ينقذهم، فقال لك لولا صاحبه جه اللي هو زميله برضه في الإنقاذ ما كانش يعرف ينقذهم، لأن هم شاب مجموعة من الشباب. هل ينفع واحد ينقذ مجموعة زي دي؟ صعب. يبقى هنا المشكلة في إيه؟ إن هم هل سلطة ولا نقص معلومات ولا صعوبة المشكلة ولا التغلب العاطفة أو الدقة في عدم الدقة في استخدام اللغة؟ طبعا صعوبة المشكلة، لأن هم مجموعة كبيرة، أنا هنقذهم إزاي لوحدي؟ موضوع أصعب، صعب. مين أصعب من قدراتي؟ طلبت والدتك من إحدى الجيران حلة. يا حلة دي تعال نشوف. يبقى ماما طلبت من إحدى الجيران إيه؟ حلة، وإذ بها تأتيها بأحد العقود، جابت لها سلسلة التي تتزين بها. ده يعتبر إيه؟ سلطة وهيمنة، نقص معلومات، صعوبة المشكلة، عدم الدقة في استخدام اللغة. طبعا هنا ماما قالت لها أنا عايزة حلة، فجارتها فكرت إن الحلة يعني عايزة حلي، لكن ماما كانت تقصد إيه؟ اللي هي الحلة، عشان ناوي تعمل محشي فعايزة حل. يبقى عدم الدقة في استخدام اللغة. السؤال اللي بعديه بيقول لك المهندس المسؤول عن البناء. طبعا أي موقع بيتبنى بيبقى ليه مهندس مسؤول عنه. في أحد المدن الصناعية الجديدة قام بوقف العمل لمدة 3 أشهر. يا جماعة العمل هيقف 3 شهور. جم العمال قالوا له طب احنا يعني حالنا هيقف وعندنا عيالنا ومعناش فلوس وعايزين. قال لهم هو كده هنوقف العمل 3 شهور. خلاص؟ غير مهتم بأجور العاملين المشاركين بالعمل وكيف أن ذلك سيؤثر على ميعاد التسليم، أيضا تسليم المدينة الصناعية دي. بل يعتبر إيه؟ سلطة ولا نقص معلومات ولا صعوبة المشكلة ولا عدم الدقة في استخدام اللغة؟ طبعا هنا سلطة، هو استغل سلطته إن هو مهندس كبير ماسك الموقع فمشى كلامه على الناس كلها. عند سماعك لمقولة
أكلت العرين وشربت الصمادح تعجبت وتساءلت كيف يأكل الإنسان عرين الأسد. تمام؟ يمثل هذا الموقف إيه؟ سلطة وهيمنة، نقص معلومات، صعوبة المشكلة، عدم الدقة في استخدام اللغة. تمام؟ أنت هنا لما سمعت قلت أكلت العرينة وشربت الصمادح، أنت فكرت إن الناس بتاكل عرين للإيه؟ الأسد، فأنت فهمت الجملة غلط. يبقى دي اسمها عدم الدقة في استخدام الإيه؟ اللغة. آخر سؤال معانا، أعلنت الإدارة التعليمية التابعة لها مدرستك، زي مثلا عندنا هنا كده يقول لك إدارة العجم التعليمية، أنها تقيم مسابقة حول المعلومات العامة. مسابقة عامة يعني مش مالهاش علاقة بالمواد بتاعتك اللي أنت بتدرسها، مسابقة عن معلوماتك العامة للعمل على تثقيف الطلاب. فاشتركت بالمسابقة ولم تجب عن أي سؤال، رحت ما شاء الله زي ما رجعت. ده يشير على إنك إيه؟ سلطة، نقص معلومات، صعوبة المشكلة، عدم الدقة في استخدام اللغة. طبعا نقص معلومات يبقى انت ما عندكش معلومات ايه كافية. تمام؟ جزاكم الله خير، وان شاء الله مع الفيديو القادم ان شاء الله تعالى هنكمل فيه دروس الفلسفة، وارجو تكونوا استفدنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.